ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ بحبكم في الله. اوام خلاص، 20 يوم راحوا من رمضان. لا حول ولا قوة الا بالله. الشهر احسن شهر في السنة كلها. شهور السنة كلها حلوة، بس الشهر ده شهر فضيل كريم، فعدى بسرعة قوي. هنعمل بقى شوية كحك كده، ايه زي الكتاب ما قال. بصوا، نعومة وطعم وحاجة كده دايبة في البق ومش بيكسر. تعالوا بقى نخش ونشوف مقاديرنا ايه. عندي هنا 2 كيلو دقيق، هشيل منهم 4 معالق واحط مكانهم 4 معالق نشا. تمام. وعندي 4 معالق سكر عشان تيجي تقطمي كده ايه الكحكايه، حتى لو ما فيهاش ملبن ولا عجوه تبقى ايه مسكره. وعندي 6 معالق سمسم متحمص، او عايز ابيض مفيش اي مشكله، هو هيتحمص من السمنه لما تحط عليه. عندي معلقه بيكنج باودر صغيره ومعلقه خميره صغيره، ومعايا كيسين فانيليا. تمام. وعندي معلقه كبيره ريحه الكحك، وازازتين ريحة السمنة الفلاحي. كل دي مقادير ال2 كيلو. انا هكتب لكم في الوصف مقادير الكيلو الواحد. تمام كده. عندي بقى السمنة هناخد كيلو و100 جرام. انا خدت ال3/4 سخنته على النار، والربع سبته بحرارة الغرفة، يعني يعتبر سايح اهو. تمام. وهقلب بقى، لان الفران لما بتيجي تعمل الكحك بتعمله على البارد، ما بتسخنش السمنه. فاحنا بنسخنها زي ما امنا علمتنا، وتعودنا ان نشوف امهاتنا العظام بيعملوا كده. لازم السمنه كده تبقى نازله على العجينه عشان تاخدها نص سوا، عشان ما تحطيها في الفرن ما تاخدش، تبقى واخده نص سوا، تاخد ايه نص السوا التاني وتطلع سريع. انا بقى هبس كويس جدا لحد ما ايه الدقيق يختفي خالص من قدامي. انا عايزه عجينه لينه حلوه. طبعا هكمل بقيتها بالسوايب، بلمها بالسوايب. عندي الكيلو بياخد نص ميه ونص لبن. انا حطيت كوبايه ميه وكوبايه لبن على ال2 كيلو. هلم بقى كده ايه، انا مش بعجن، انا بلم بس ايه العجينه كده بالسوائل اه. صلى على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تنسونيش بقى لايك واشتراك، وصلوا على الرسول في الكومنتات، وقولوا لي انتوا بتتابعوني منين، وقولوا لي ان الطريقه ديت سهله وبسيطه بالنسبه لكم ولا صعبه ولا فيها حاجه مش موجوده، برضو ان احنا نتعلم مع بعض. تمام كده. عندي بقى هنا ايه ربع كيلو ملبن وربع كيلو عجوه. ال2 كيلو دولت هياخدوا ربع كيلو وربع كيلو. تمام، يعني نص كيلو من اي حشو ل2 كيلو. تمام. انا ما بكترش الحشوه جوه الكحكه، يعني بصوا يعني بليه صغيره كده. تمام. وهنعمل بقى وزن الكحكايه 30 جرام. عايزه تسكري عن كده تعمليها 20 مفيش مشكله، انا عملتها 30 كويسه اوي، يعني قد الليمونه الكبيره. هعمل بقى شويه كده عشان طبعا بعمل لوحدي، فانا هعمل شويه كده اكور شويه، وبعدين احشيهم، وبعدين انقشهم، وبعدين اعمل غيرهم. بس اهم حاجه تكوني مغطيه العجينه عشان ما تنشفش معاكي. بتصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. بصوا ايدي، واخدين بالكم من ايديا. الحمد لله السمنه كانت قلبت على ايدي، بس نحمد ربنا. لازم بنعمل حاجتنا، مفيش حد هيعملها لنا، فالحمد لله قدر الله وما شاء فعل. خير وبحمد ربنا على اللي انا فيه. الحمد لله. ده كانت هتتكب عليا وكلي، بس ربنا ستر، الحمد لله ربنا موجود. احط بقى الملبن كده واقفل عليه كويس، وايه واكورها تاني عشان الملبن ما يطلعش بره ويتحرق مني وينشف. زي ما هي كده، ما ببططهاش قوي. تمام. الشكل بقى اللي يعجبك. المنقاش مش عارفه تنقشي في البصامه. البصامه برضو حلوه، بس انا ما لقيتهاش وكان وقت متاخر، مش هعرف ايه انزل اجيب واحده غيرها، فانا قلت ايه هعمل كله بالمنقاش. انت لو قدامك البصامه هتبصمي بيها كده ايه على الكحكايه، هتديها شكل حلو، اللي هي المربعات الصغيره دي هتبقى شكلها برضو احلى وجميل. تمام. والرسمة احنا اتعودنا من امهاتنا، الرسمة دي ما كانش فيه على ايام امهاتنا لا بصامة ولا حاجة، كان المنقاش فقط لا غير. كنا كلنا كده نتلم حوالين الطبلية،
وامي تقطع، واحنا ايه اللي يحشي، واللي يعمل بالعجوة، واللي يشيل، واللي ينقش، واللي يشيل يحط في الصاج، واللي يودي الفرن. كنا بنفرح قوي بالايام الكحك دي. الله يرحمك يا امي، ويجعل على ارضك الجنة، ويغفر لك ويسامحك انت واموات المسلمين اجمعين يا رب. ادعوا لامواتنا في الايام الكريمة دي، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسامحهم. طبعا خلصت الملبن وعندي العجوة. طبعا مش هينفع اعمل بنفس المدورة دي اهو. بصوا ايديا، واخدين بالكم؟ الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. مش هينفع ان انا اعمل مدور برضو بالعجوة، فانا هعمل شكل تاني علشان يبقى في اللي يجي ياكل يبقى في فرق ما بين العجوة وما بين الملبن في الشكل. هعملها صوابع كده، هعملها ورق شجرة، اي شكل بقى انت تحبيه تعمليه، بس تفرقي من الملبن للعجوة اهو. بصوا ادي العجوة وده الملبن، وفي برضه انا حطيت في الفرن صينيتين، بس بوش يخمر يعني. يعني اعملي صينيتين تلاتة، وابدأي ايه اخبزي اول صينية على ما تبدأي تخلصي تكوني ايه انتي بدأتي تخبزي. احنا مش بنخمر، تمام؟ احنا مش بنخمر عشان هو مفيهوش خميرة كتير اهو. بصوا الجمال يا ولاد، بصوا بسم الله ما شاء الله. الاتنين كيلو دقيق عملوا بتاع 3 كيلو ونص، 4 الا ربع كحك. شوفوا بقى الكيلو اتكلف بكام، وهتجيبيه من بره بكام. الكيلو بره بيتباع ب200 جنيه، كيلو ب200 جنيه. انت جبتي نص كيلو سمنة، مش هنقول بقى فلاح، ماشي؟ احنا متفقين ان مش كله هيعمل فلاح. احنا السمن النباتي موجود، ونحط سمنة، ريحة السمنة الفلاحي هتعمل نفس الميزة، ومش لازم زبدة يعني ونكلف نفسنا تكلفة جامدة. لا والله، هيتاكل وهيبقى حلو وهيبقى زي الفل. اه بيفرق في الطعم بس مش هتفرق كتير. فرحي عيالك بأقل القليل، لنص كيلو سمنة وكيلو دقيق، خلاص عملتي كحك. حياة حبيبك النبي محمد. ما تنسي اللايك والمتابعة، وتكتبي لي في الكومنتات بتابعيني منين. سلام.